20 عام راه ما قصدتش زعما تكون ناجح في حياتك ولا زعما دير شي مشروع قبل داك العام، لا كون غا كان داك الشيء وصافي. انا بكري ما كنديهاش في انني ندير شي مشروع قبل 25 عام، خصوصا فاش ما كديروش اللي هي اعجبني. داك الشيء اللي بغيت نقوله مهم بالجهد على داك الشيء، حيتاش بعد داك الشيء تاع المشروع من بعد 25 عام راه كيتعوض، اما هاد الشيء اللي غنقوله لك راه ما كيتعوضش. وطبعا ماشي غير جيت ودويت على هاد الشيء، وانما كنت قلبت مزيان باش نتاكد من هاد الشيء اللي غنقول. الا كنتي مبهدل في حياتك ديما كيعجبك تبقى ما كدير والو وعاطيها غير للتكفات والفيديو جيمز وشويه من القرايه، خصوصا الا كنتي باقي ما وصلتي 25 عام، راه هاد الشيء اللي غنقولو غتحتاجو بالجهد. وخساره ما قراوهش لينا في المدرسه، وماشي بزاف د الناس عارفين هاد الشيء، واخا هاد الشيء سيريو. وعمري شفت شي يوتيوبر على الاقل افريقي دوا على هذا الموضوع، وكنظن حتى في برا ما كيدويوش عليه، كنلقاه غير في جوجل. كاينين اللي دواو عليه في برا ولكن ماشي بزاف. غيجيو شي واحدين غيقولوا هذا كيتكبر علينا داير فيها مقود زعما راه هو اللي غيهضر عليه بوحدو. اولا انا راه قلت باللي ما شفتش شي حد دوا عليه، ما قلتش راه ما كاين حتى شي حد دوا عليه. ثانيا انا مقود مال الزمن بوك عندك شي مشكل وضو تقود. كل ما كنتي بعيد على 25 عام كل ما كان احسن. طبعا شي وحدين غيشوفوني كنهضر هكا على 25 عام غيحسبهم هذا العام غير مسكون ولا مسحور ولا شي قلوه. غتكالما وزبيباتي، هذا العام يا الله يعني غتبدا حياتك بصح. يعني هذا الشيء اللي كتعيشوا دابا بحال قلتي كتستعد للمرحله ديال ما بعد 25 عام. حنا كما كنعرفوا العضو اللي ضروري في الجسم تاع بنادم هو الدماغ، بلا به راه ما غيكونش تماك فرق كبير بينك وبين الحيوانات. الاغلبيه ديال الناس اللي عارفاه على الدماغ هو باللي كنفكروا به، ذات سيت كنفكروا به. انما في الحقيقه الا جيتي تشوف هاد القلاوي على يشقاد، كل جاوا الناس تاع الجاهليه اللي كانوا كيعبدوا الاصنام وشافوا على يش هاد الدماغ قاد غيقدروا يديروا ليه شي صنم وغيبقاو كيعبدوه بوحدو. لدرجه نتايا كشخصيه تقدر تعتبر راسك نتايا هو الدماغ متشكل على هيئه انسان. طبعا هاد الشيء ما كيعنيش باللي نتايا هو الدماغ براسو، راه عطيتك مثال مبدع كما العاده. تقدر تعتبروا كي شي حد كتربيه باش فاش يكبر يتهلا فيك. غتكونوا تخيرتوه على اساس ولدكم، ولكن ماشي داك الشيء اللي قصدت، ولكن المهم التخيل على اساس هو ولدك حاجه زوينه حتى هي، ماشي زوينه قدي. طبعا كما قلت لكم كتبقى تربي فيها باش فاش تكبر تهلا فيك، وعندك 25 عام بالضبط هي المده المحدده باش تربيه، حيتاش من بعد ما يفوت داك العام غيكون ضربك التراب. دابا غتكون تفكرتي العنوان تاع الفيديو، حيتاش الا تكرفصتي على دماغك قبل داك العام راه من بعد هذاك العام غيبقى يتكرفص على الطباب امك على طول حياتك. ودابا نرجعوا للمثال تاع داك الزمن اللي كنتي كتربي. حتى ولدك الا كنتي خارج على تربيته اخونا فات 25 عام راه ما غيبقى عندك اش تبدل فيه، او لا تقدر تبدلو ولكن بصعوبه جدا. هذا الشيء حيتاش دماغه تبدل من بعد ما وصل 25 عام. هذا الشيء اللي كنقول ماشي شي شعوذه ولا شي عجب، هذا الشيء عنده تفسير علمي، ما كاين لا نظريه لا زبي. الا كنتي 25 عام وما فهمتي حتى قلوه غا بلاتي غنوصل لك دابا حتى انت. دماغ نورمالمون على كل مره كيكبر بسبب الايج كل ما كيزيد يولي مقود. عندكم من 0 حتى 5 سنين الدماغ يلاه كيبدا يديفلوبي كرو، بزاف ديال العوامل كيأثروا عليه بسهوله. الا كنتي عانيتي مع شي حاجه في صغرك بحال شي صدمه، راه ديك الصدمه كتبقى مأثره عليك ديما، حيتاش في ديك الفتره الدماغ كيكون باقي صغير وباقي كيكبر. بحال قلتي الدماغ كيكون حساس، الا تصدم من شي قلوه مقودانيت بحال يموت شي حد عزيز عليك، او شي حد كان ديما كيتعدى عليك في صغرك، راه دماغك اوتوماتيك ما كينساش ديك الصدمه فاش كتكبر. هذا الشيء عنده عده تفاسير علميه ما نقدرش ندوي عليها حيت هذا الشيء ماشي موضوعنا. الخلاصه هي الدماغ في ديك اللحظه كيكون دغيا كيتاثر لدرجه تقريبا اي حاجه ماشي سهله كتاثر عليه، لدرجه الا شداتو شي صدمه كيبقى تابعك بها ديما. من 12 حتى 20 عام كيبدا الدماغ يهدى في الزمن تاعو شويه، وكيبدا يدير عقله ويركز في الديفلوبمون على واحد الجزء مهم، وهو
بريفرونتال كورتكس ولا ما سميت الزمن به، وهو المسؤول على اتخاذ القرارات والتحكم العاطفي والتحكم في الانفعالات. في داك الايج بالضبط دغيا كتعلم الحوايج حيتاش الدماغ باقي كيكون فريش وكيتديفلوبا وكيولي بعقل اكثر مقارنه مع قبل 12 عام. من 20 حتى 25 عام البريفرونتال كورتكس كيبقى هو احد اخر الاجزاء اللي في العقل اللي كيوليو في اخر مرحله النمو، كيولي ثقيل شويه مقارنه مع قبل. هذيك الساعه الدماغ من ناحيه سرعه الفهم كيولي ثقيل شويه مقارنه مع قبل، مما يعني انه انت يا اوتوماتيك غتولي ثقيل في انك تتعلم حاجه جديده. ولكن هذه غير مقارنه وصافي، لا يعني باللي انت عموما غتكون ثقيل. هاد ما بين 20 حتى 25 عام غيكون عندك هو اخر فرصه قبل ما دماغك يوقف على الديفلوبمون. فالا بغيتي تتعلم فيها شي حاجه زوينه بحال قلتي عندك اخر فرصه باش توكل دماغك بداك الشيء اللي خاصو يعرفه. الا جيتو تشوفوا الدراسات راه كاينه واحد الحاجه اللي سميتها الرياكشن تايم. هذا الرياكشن تايم هي انك دير رده فعل على شي حاجه كما كانت. الرياكشن هي رده فعل، التايم هو الوقت. فاش كنربطوا الرياكشن تايم مع العقل راه من الاحسن يكون الوقت ديال رده الفعل يكون بالزربه، حيتاش الا كان ثقيل هذا الشيء كيعني المعلومه كتوصل للدماغ معطله، هذا الشيء كيعني بطء سرعه الفهم. دابا بغيتكم تركزوا معايا مزيان مع هذا البارتي حيتاش راه ما كنظنش اي واحد غيفهم، خصوصا انا عندي واحد الشرح اللي هو مزفت. واخا مثلا سيدي كاين هذا الموقع اللي كيتيستي الرياكشن تايم تاعنا، الهدف منه هو تكليكي على هذا اللون اللي غيبان لك مع غتشوفو غتكليكي عليه، علما انه النتيجه المتوسطه هي 250. الا كانوا رماو لك النتيجه هي 200 بينغ، هذا الشيء كيعني باللي نتايا ما عليكش. الا كنتي فوق 300 راه عندك داك الشيء ثقيل بحال قلتي دماغك ملاقي، الا كنتي شي 150 راك خفيف. ولكن النتيجه غير ما تعول عليها الا كان عندك 60 هرتز في التليفون اولا في الاكرون تاع البيسي، حيتاش اصلا راه داك الشيء غيكون ثقيل عندك. دابا فوقاش كتكون النتيجه 150 مثلا، هي الا كليكيتي على هذا اللون بالزربه، هذا دليل على باللي دماغك استقبل المعلومه بالزربه على باللي هذا كولور. الا كنتي تعطلتي يعني شي 300 بينغ راه يعني المعلومه وصلت لدماغك وهي ثقيله، وهذا الشيء بالضروره كيعني غيخصك تبدا تخدم على دماغك اخويا، عاد اش تكرفس. داك الشيء علاش كنلقاو بزاف تاع البراهش اللي هما 16 عام مثلا كتلقاهم دغيا كيزربوا على بنادم بالهيد شات، اولا معاه كيبان ليهم شي حد كيتيريو عليه بالزربه مقارنه مع الناس اللي عندهم الرياكشن تايم ثقيل، اللي هما كتلقاهم ثقال باش يديروا شي رده فعل. هذا الشيء حيتاش الدماغ تاع المراهقين اللي هما 16 عام مثلا ولا 17 عام الى اخره راه كيكون باقي كيتطور، يعني دغيا كيتعلم. واحد الاشارات على سرعه التعلم هو الرياكشن تايم. هذا الشيء يعني عندهم واحد الجيفت اللي هما ما عارفينهاش، وهي باللي يقدروا يتعلموا شي حوايج في واحد المده اللي هي قصيره، ودوك الحوايج كيتعلموه الكبار في سنين اولا شهور اولا ايام، المهم ثقيل مقارنه معاه. صافي الدماغ كيوصل للذروه ديالو في 24 عام، في 25 عام كيكتمل الديفلوبمون تاع الدماغ، وبالتالي الدماغ كيولي مستقر وكيكون سالا خدمته، والخدمه ديالو كتعتمد على حسب نتايا كيفاش خدمتيه. الا كنت عيشتيه لحظات صعاب اللي كيتطلبوا الصبر والتفكير وما كنتيش كتستخدم القلب في بلاصتو بزاف وعلمتيه بزاف تاع الحوايج راه غيبقى معاك مقاد حتى الموت. اما الا كنتي حاوي الزمن بوه نهار وعشيه حتى وصلتي ل 25 عام وباقي غتزيد تحويه من بعد، راه كون على يقين غيتكرفس عليك واخا تكون كتشوف راسك ما عليك باس. المهم غيقودها عليك في شي حوايج اللي هما مهمين، ودوك الحوايج كانوا غينفعوك بالجهد تاع بالجهد. طبعا هذا الشيء ما كيعنيش باللي صحاب فوق 25 عام قودوها، بنادم كيكون باقي يقدر يتعلم حتى من بعد داك العام. راه كاينين الملايين اللي فاتوا داك العام وباقين كيقراو على كرهم وبخير، غير هو اللي بغيت نقول سرعه التعلم تاعهم غتكون ثقيله مقارنه مع قبل بسبب داكشي اللي قلت لكم قبل. ناهيك على الموتيفيشن غتكون غالبا ناقصه، وبالتالي غيخصهم واحد المجهود مضوبل على المجهود اللي كان خاصهم يديروه قبل. ما عرفتش واش بالضروره مضوبل، ولكن المهم خاص يزيروا تاع بصح وعلى حساب داكشي اللي بغاو يتعلموا، ما كنقصدش كاع المسائل. الا جينا نقارنوا بين الناس اللي هما تحت 24 عام وبين هذوك اللي فوق 24
24 عام راه كخلاصه هادوك اللي تحت 24 عام حاويين فوق 24 عام من ناحيه الرياكشن تايم اللي عنده العلاقه مع سرعه الفهم، بينما هادوك اللي فوق 24 عام كيكونوا حاويين اللي تحت 24 عام من ناحيه الخبره، حيت راحنا عارفين كل ما كبر بنادم كل ما تعلم حوايج جداد. غير هو ديك الخبره غير يخشيها في كرو الا كان طالع مطنق. فتخيل انت دير لي مقارنه مع شي حد فوق 25 عام ما عنده حتى خبره او لا عارف غير شي حوايج من هل تعلم مثلا وكيحسب راه حكمها في الخبره، ودير ليه مقارنه مع واحد باقي عنده دماغ خفيف وفي نفس الوقت عنده خبره متريبله على داك الشيء اللي عنده هو، حيتاش هو اصلا ما عرف حتى قلوه في صغره. بكل تاكيد هذا فاش غيكبر غيطلع مقود عليه. راه كنظن شي وحدين غيفهموني غلط في هذا الفيديو، داكشي علاش غنحاول نصحح دوك المفاهيم قدر الامكان. يمكن كاينين هذوك اللي غيشوفوا شي حد كبير تقول 30 عام كاع مقود على شي حد اللي عنده 20 عام وسمارتر عليه، وبالتالي غيحسبهم كاع هذا الشيء اللي قلت خرافات. الا كنتي فكرتي بحال هكا فراك اخويا فهمتيني غلط بالجهد. انا ما قلتش كل ما كبر بنادم كل ما زاد تكلخ، وانما قلت كل ما سرعه الفهم ديالو ولات ناقصه مقارنه مع الاول. يعني واخا تلقى داك خونا سمارتر على الاخر راه داك خونا بالطبيعه ديالو ذكي، ولكن الذكاء ديالو مقارنه مع قبل راه ثقيله على حسب برين ديفلوبمنت. يعني هو مثلا من ناحيه سرعه الفهم الا درنا ليه مقارنه مع هذا اللي عنده 22 عام مثلا، راه هو فاش كان قدو كان عنده سرعه الفهم مثلا 50%، بينما هذا ولد القحبه سرعه الفهم 30%، ولكن هذا فاش كبر ولات عنده سرعه الفهم 40% مقارنه مع هذا 30%. ماشي هبط ل 10%، الله يهديكم الاخوان، وحتى الا هبط ل 10% راه هذيك غير سرعه الفهم ولات قليله مقارنه مع الاول. ماشي خونا تكلخ كاع، ماشي كاع داكشي اللي تعلمو مشى في الزيرو، حيتاش في المقابل ديال نقصان سرعه الفهم راه من بعد كيكون ربح واحد الحاجه اللي هي مهمه غيحتاجها من بعد 25 عام، وهي الخبره اللي اكتسبها في العشرينات تاعو. فكخلاصه عقلك ضروري تهلا فيه، سواء بالقراءه اللي كتزيد تربي في الدماغ والمأكولات الصحيه خصوصا اللي كيفيدوا الدماغ الى اخره. الا فتي 25 عام وباقي ما درتيش داك الشيء راه مشكله، ولكن هذا الشيء ما كيعنيش باللي فاتك الفوت، غير هو غدير داك الشيء ثقيل مقارنه مع الاول. بحال شي حد حتى ولات عنده شي 60 عام عاد قرر يخدم في البني، راه حاجه باينه باللي غيقدر يسالي هذاك البني، ولكن غيكون ثقيل مقارنه مع فاش كان في شبابه. هذا الشيء كامل اللي قلت ضربوه في الزيرو الا ما درتوش ليا اعجباني. ايوا لا يا ريح، ايوا يا ريح. And I be doing it to death, and now I move a little foul. Nigga better call a rap, and everybody know my style. Niggas know that I'm the best when it come to doing this, and I be banging on my chest, and I bang in the east, and I banging in the west, and I kinda give you more, and I would never give you less.